هشرح النهارده أداة الكونتنت أوير بكل استخداماتها. دلوقتي هقولك أول حاجة جايبه لك الصورة دي عشان أوريك اللي هي كونتنت أوير سكيل بتعمل ايه. انت عاوز قصد تصغر الصورة لكن مش عاوز ايه يعني تفقد الأبعاد بتاعتها. فلما تيجي تعمل كده بالكونتنت أوير بص ايه اللي بيحصل. بتحاول على قد ما تقدر تحافظ على أبعاد الصورة. علشان أأكد لكم الكلام ده هعمل كوبي لاير دلوقتي. هسحب الصورة واعمل لها ايه، اعمل لها مرتين واخلي الصورة الاصلية ايه الغيها دلوقتي. فهوريكم دلوقتي انا هستخدم الايه اللي هي content aware scale alt shift control c ده الاختصار بتاعها. هنيجي كده نسحبها الصورة زي ما احنا عاوزين. انا مثلا عاوزاها كده. بصوا ايه اللي بيحصل، هي بتحاول تحافظ على ابعاد الصورة على قد ما تقدر. مثلا صغرتها بالشكل ده واحطها كده واقول ايه ابلاي. اوريكم بقى ايه الصورة التانية. لو انا دلوقتي عايزة برضو اصغرها بس بالطريقة تانية خالص، هعمل لها كنترول تي او فري ترانسفورم من هنا من edit واختار ترانسفورم او فري ترانسفورم كنترول ايه تي. خلاص. وبعدين هاجي هنا مثلا زي ما انا عملت بالظبط في التانية. بصوا هعمل هنا عشان تشوفوا ايه، واعملها بنفس الحجم بالظبط عشان تشوفوا الفرق. ماشي. بصوا اهي مثلا ده نفس الحجم بالظبط. تعالوا نحطهم جنب بعض وانتوا لاحظوا الفرق. بصوا ايه اللي حصل هنا. شايفين الجبال هنا ايه اللي حصل لها؟ تحسوا ان هي فقدت ايه شكلها الطبيعي. البيوت صغرت. يعني هي لما بتيجي تصغر الصورة بالفري ترانسفورم بس بطريقة، طبعا لو انت عملت اللي هي الت شيفت هتصغرها مظبوط مش هتفقد ابعادها. لكن لو انت صغرتها بالطريقة اللي انا لسه كنت عاملاها دلوقتي دي هتفقد ابعادها. بصوا ايه اللي حصل، البيوت صغرت وشكلها شكل الصورة اتغير تماما. حتى الزرع لو انتوا خدتوا بالكم مختلف. يعني بصوا اعمل لكم زوم. بصوا هنا الزرع هنا عامل ازاي، ما فقدش ايه، ما فقدش الابعاد بتاعته. وبصوا البيوت تحسوا ان الصورة هي اصلا صغيرة مفيش فرق. انما بصوا هنا ايه اللي حصل، الشكل بتاع الصورة باظ خالص والبيوت صغرت يعني ايه مش حلو. فطبعا الكونتنت اوير سكيل دي حلوة جدا في انك انت لو حبيت ايه تصغر الصورة من غير ما تفقد ابعادها. دلوقتي هناخد حاجة اسمها برسبكتيف، اللي هي الاداة اسمها برسبكتيف كروب تول. انا ليه باخد الاداة دي مع الكونتنت اوير؟ علشان البرسبكتيف تول هنا لو عايز تقص صورة، يعني احنا اتكلمنا عن القص في التانية بس تصغير يعني. هنا هتكلم عن القص الصورة دي بس هي ليها ايه منظور. تحس ان الصورة ليها منظور فما ينفعش خالص انك تقصها باي طريقة من الطرق العادية. لو احنا جينا بصوا نقص الصورة دي مثلا بالطريقة العادية وعملنا كده وتيجي تقص مثلا تعمل كنترول جي، ايه اللي هيحصل؟ الصورة هتكون مش مظبوطة خالص، هيخش معاها مين؟ البرواز. طب نعمل ايه؟ نيجي عند الصورة هنا عادي ونجيب اللي هي برسبكتيف تول اهي اسمها برسبكتيف كروب تول عشان هي بتقص. انا حبيت اقولها لكم لان انا ما قلتهاش في القص في الدرس بتاع القص ومش هتاخد وقت خالص. بصوا احنا بنقف كده، شايفين انا عايزه اقص الصوره اللي جوه البرواز. هنعمل زوم خلاص ونيجي بدوس على سبيس من الكيبورد عشان ازق الصوره زي ما انا عاوزه واقف ايه في المكان اللي انا عاوزاه. واجي هنا واظبط ايه اللي هو القص بتاعي وانزل برضو كده. بصوا اظبط هنا. الاداة دي مهمة جدا علشان في صور كتيرة بيبقى ليها منظور وانت عاوز تقصها. هي دي افضل طريقة للقص للصور اللي بمنظور. وتعمل ابلاي. بصوا ايه اللي حصل، اتقصت بطريقة حلوة جدا وظهرت لنا ايه مظبوطة ومش معوجة ولا فيها اي مشاكل. فهمتوا؟ طيب حاجة كمان، تعالوا نعمل كنترول زد وعايزين نحط الصورة دي جوه البرواز. نعمل ايه؟ هتقولي نستخدم البرسبكتيف برضو؟ لا مش هنستخدم البرسبكتيف.
هنعمل ايه؟ هنيجي على كنترول تي او اللي هي edit free transform اللي هي دي، ونيجي نعمل ايه؟ كنترول، ونيجي كده شايفين العلامة البيضة دي، ونيجي كده كنترول، وافضل اظبط على قد ما اقدر كنترول وايه تدوس ماشي، وتسحب كده زي ما انا بعمل. لازم يظهر لك الايه السهم الابيض اللي ظاهر دلوقتي. طبعا انا ايه عشان اظبط اعمل زوم زي ما اتفقنا، اعمل زوم على قد ما اقدر، واجي هنا بالايه بالسبيس واسحب عشان يجي لي الايد دي. كنترول، بصوا السهم الابيض ظهر، اقوم ايه مظبطه الصوره زي ما انا عاوزه. انزل تحت واشوف برضو كنترول، واظبط كده ايه، اتاكد ان انا واقفه صح. هتلاقي هنا في حاجات مش مظبوطه طبعا، حاول على قد ما تقدر تظبطها ماشي. هتلاقي بقى مشاكل فين؟ في الجزئيه اللي هي ايه، في الجزئيه دي. ممكن ايه تيجي هنا بالكنترول برضو وتظبط، بس خد بالك وانت بتظبط في النص هتلاقي هنا باظ معاك، فخد بالك. يعني احنا بنحاول نعملها على قد ما نقدر جوه البروجرامز ماشي. نصغر ونشوف، هي مش تيجي احسن من كده على فكرة. خلاص، وعايز تقول اوكي، تعمل ابلاي من ايه، من علامة صح. خلاص، حسيت ان هي مظبوطة تمام، مش مظبوطة ممكن ترجع تعدل عليها، تعمل برضو كنترول تي وترجع تعمل نفس اللي احنا عملناه بس تظبط بقى. وممكن بقى علشان تحسس ان الصورة دي طبيعية ممكن تعمل لير، وتعمل هنا بالبرش، تجيب البرش وتختار اللون الابيض، تكبر البرش وعامل ايه نقطة بيضة كده، وتعمل اوفرلاي هنا، اوفرلاي، بحيث ان الاضاءة جاية فين، جاية في الجزئية دي عشان الصورة تبان طبيعية اكتر. طيب تعالوا ناخد هنا المثال ده. هنا بقى هناخد ايه، هناخد الكونتنت اوير بالكليك اليمين، هتدوس عليها لو انت مش شايفها هتلاقيها اهي رابع واحد، دوس عليها كده. وعندنا هنا هشرح لكم الاداه دي. مثلا انا دلوقتي الحصان اللي هناك ده الابيض ده نكبر كده، عايزين نجيب له ايه، نجيب له حصان تاني شبهه جنبه عشان ما يبقاش زعلان لوحده كده. نعمل ايه، نيجي كده بالكونتنت اوير ونعمل تحديد، حدد براحتك، اهم حاجه من فوق كده حاول تخلي التحديد يعني مظبوط عشان الزرع اللي ورا ده. تقدر تحدد بالكونتنت اوير نفسها او تحدد باللاسو تول. اللاسو تول بتحدد زي الكونتنت اوير بالظبط، وبعد ما تحدد باللاسو تول ترجع تاني عند الكونتنت اوير وتشتغل عادي الكلام اللي احنا هنقوله بقى دلوقتي. بصوا انا مثلا دلوقتي حددت، بس انا التحديد ده مش عاجبني فعايزه ارجع اعدل عليه، فممكن اعمل ايه، انا افضل ان احدد باللاسو تول افضل ليا. فانا عايزه مثلا انقص جزء من هنا من التحديد دوت، مش عاوزاه يطلع معايا بحيث ان الزرع اللي ورا ده ما يرخمش معايا في لما اجي ايه اعمل نسخه من الحصان ده. خلاص، واقلل كمان هنا عشان ده كتير ماشي، واحاول اقلل هنا كمان بحيث ان الصوره تطلع طبيعيه اكتر. اجي بقى هنا عند الكونتنت اوير، وقفت عندها خلاص، ابتدي اظبط التعديلات بتاعتي. هنا انا عاوزه ايه، انا عاوزه اعمل موف، انقل الحصان ده نفسه بس مش هيكون موجود هنا، بس هيكون موجود في مكان تاني، ولا عايزه اعمل له نسخه اكستند، اعمل له اكستند يعني بص انا عاوزه نسخه من الحصان ده اهو. بصوا هنقله كده، اسحبه كده وانقله واحطه جنبه، وهنا تقدر بقى تعدل عليه، تحطه كده تحطه كده. ليه هقول لكم ليه جت ان انت تقدر تعدل. مثلا احطه كده واقول ايه اوكي ابلاي، هقول لكم ايه اللي حصل بقى. انا اعمل ايه كنترول دي علشان اشيل السلكشن ده. بصوا بقى هنا فوق في ايه، في ستراكشر. الاستراكشر ده بيعمل ايه، ده بيزود النعومه اللي حوالين ايه السلكشن بتاعي. لو دلوقتي احنا بنتعامل مع زرع، فالزرع طبعا خشن فهنعمله ايه، نعمله على 4 مثلا. انما لو مبنى والحواف بتاعه المبنى بتبقى ناعمه جدا يبقى تستخدمه على ايه، تخليه على 7. خلاص، ايه ده كمان ايه simple of all layers، دي حاجه حلوه جدا. ممكن نعمل تراجع يا اما من هيستوري عشان اوريكم حاجه، وهعمل layer جديد واقف عليه. شغلت simple all layers ليه، علشان هشتغل على layers جديد بحيث ان انا حبيت اعدل عليه في اي وقت.
وترانسفورم اون دروب دي هي اللي بعد ما مثلا عملت كده اهي، شايفين الترانسفورم اللي ظهرت معايا دي عشان انا ماكتفاها. لو انا مش ماكتفاها مش هتظهر لكم كده خالص. بصوا اوريكم، شلت الايه ترانسفورم اون دروب، بصوا ايه اللي حصل، بينقل على طول، ما بيديلكش ايه الترانسفورم معاك، بحيث ان انت يعني ما تعدلش عليه. فيفضل انك تكتبها عشان تقدر تعدل على الايه الحاجه اللي انت عاوز تعدل عليها. بصوا بقى دي السلكشن اهي بالايه كنترول دي، وتيجي هنا بصوا ايه اللي حصل، عشان حطيته في لاير جديد بحيث ان انا اعدل عليه زي ما انا عاوزه. مثلا في جزء ورا مش عاجبني، ممكن اعمل ايه، انا ممكن اجي انقله، بصوا انقله تاني هنا ليه، علشان انا ايه حطيته في لاير جديد ماشي. واجي اعمل كده ماسك كمان واعدل بالبرش واخفي. دلوقتي هصغر البرش ماشي زي ما قلنا من الدال والجيم بالكيبورد. بصوا بقى اخفي ايه الحاجات اللي ظهرت معايا عيوب دي. خلاص طبعا انت لو السلكشن بتاعك مظبوط مش هتحتاج تعدل عليه. طب تعالوا ناخد مثال تاني برضو بالكونتنت اوير بس بطريقه تانية. مثلا عندنا ايه، مثلا بصوا بقى المثال ده برضو هنشتغل باداة بكونتنت اوير، بس المره دي مش الاداة. بصوا هتشوفوا هعمل مثلا بالمربع علشان الاداة دي مربعه هتسهل لي السلكشن. حبيت تنقص تعمل بالالت عشان علامه زائد تتحول لالت، وتنقص زي ما انت عاوز، تزود تاني عشان الشادو اللي تحت دي. خدوا بالكم الظل اللي تحت ده يتقص مع الايه مع السلكشن ده. فهنعمل edit ونختار فيل ونقول له عايزينه نبي فيل بايه بالكونتنت اوير. خلاص ونختار نورمال مش اوفرلاي ولا اي حاجه تانية، عشان لو لقيت دي اوفرلاي او اي حاجه تانية اختار نورمال. والاوباستي خليها 100%، وخليك برضو واقف عند الكولر ادبنشن. خلاص هنقول اوكي. بصوا ايه اللي هيحصل، اعمل دي سيلكشن عشان تشوف. بصوا ولا كأن كان في اي حاجه هنا. عايزين تخفوا الولد بنفس الطريقه بالظبط هتعملوا ايه، خدوا بالكم هنا الولد في ايه، في شادو، في ظل بتاعه. فعشان الظل بتاعه نشيله هنعمل ايه، هنزود الايه سيلكشن بتاعنا. طيب نزود كمان. وخد بالك وانت بتعمل سيلكشن لو عايز تعمل حاجه، بصوا مثلا ايه السيلكشن ده، انا بعمل سيلكشن ده كده عايز احركه وانا من غير ما اشيل ايدي. بصوا دوسوا على سبيس من الكيبورد وبصوا وتروحوا وتيجوا بيه. خلاص بس. فدلوقتي عايزه اشيل الولد ده هعمل ايه، الاختصار بتاعها بدل ما تدخل على الايديت وتختار اللي هي فيل، شيفت F5. بصوا هتلاقوا الايقونه ظهرت لكم. هتختاروا الكونتنت اوير والنورمال والاوباستي 100% وهتخلوها على الكلر وديت زي ما هي، ما تخلوهاش. خلاص وتقولوا اوكي. بصوا بقى الخلفيه تبقى فاضيه خالص. شفتوا لو حسيت ان سوري، لو حسيت ان الصوره فيها عيوب هنا برضو تقدر تخفيها. عايز تخفي الجزء ده اخفيه بنفس الطريقه بالظبط اهي. اوكي تقدر تخفي الجزء ده لو مش عاوزه نفس الطريقه بالظبط اهو. بقيت طبعا اعمل بالاختصار على طول عشان انجز. تقدر ترجع الولد بطريقه برضو حلوه جدا، بدل ما تفضل تعمل تراجع ممكن نرجع الولد بطريقه حلوه. بصوا هنيجي هنا برضو نعمل سيلكشن. هو الولد كان في الجزئيه دي مش كده طبعا بالظل بتاعه، ونيجي برضو عند قائمه edit، يا اما برضو قلنا ايه شيفت F5، يا اما edit عشان اللي نسيها edit وفيل. وهتختار بقى المره دي بدل كونتنت اوير هيستوري دي يعني بتقول له رجع لي الحاجه اللي كانت في المكان ده، تقول له اوكي. بصوا ايه اللي حصل، رجع لك كل حاجه انت كنت خافيها في المكان ده. عايزين طب ترجعوا اللي كانت هنا كانت هنا في المكان ده تقريبا صح، وتقول له برضو ايه شيفت F5 وتختار هيستوري والنورمال طبعا والاوباستي 100%، وتقول ايه اوكي. بصوا ولا سحر ولا شعوذه، الصوره رجعت زي ما كانت. خلاص تقدر تعمل الكلام ده بقى في اي صوره تانية. عايزين ناخد طريقه تالتة. تعالوا بصوا بقى هنا الشغل هنا كتير.
طبعا نفتح القفل ده ونيجي هنا بقى ناخد ايه. عندنا قلنا الكونتنت اوير وعرفناها، وعندنا حاجة هنا اسمها باس تول. خلاص نقدر نستخدم الاتنين مع بعض زي ما احنا عاوزين. فدلوقتي انا عاوزة استخدم الباس تول، هوريكم هعمل بيها ايه. مثلا عاوزة اعمل سيلكشن على اللمبة دي، حاول ايه اظبط السيلكشن بس مش لازم قوي، بس على قد ما اقدر. دي بتعمل ايه؟ بصوا لما انا هسحبها كده تعمل ايه. حاول تظبط بقى الايه السيلكشن بتاعك مثلا كده اهو. بصوا عملت ايه دي السيلكشن. هي طبعا ايه زي ما انتم شايفين هي اتشالت لكن مش مظبوطه. الايه الباب تحس ان هو مش مظبوط من هنا. دي تقدر تظبطها بس ايه هتاخد منك مجهود شويه. طيب بس بصوا خافت لك ايه الظل، وخافت لك كمان اللمبه دي. الاداه دي بتعمل بيها ايه؟ بتعمل بيها ممكن هجيب لكم مثال دلوقتي نشتغل بيها، بس خلينا دلوقتي ايه نشرح بقيه الادوات. طب تعالى نعمل كنترول زد، كنترول الت زد. خلاص ودي سيلكشن. طيب برضو عايزه اوريكم اللي هي الكونتنت اوير. ماشي بس هختار ايه هنا، اعمل سيلكشن بالمربع ده عشان ايه. مثلا ناخد الجزئيه دي مره نعمل لها، نيجي نقف عند الكونتنت اوير ومره نعمل لها موف ومره نعمل لها ايه اكستند. بصوا الاكستند الاول انا هعمل لها ايه كوبي. ماشي احطها مثلا هنا عشان تبان ايه طبيعيه يعني. ماشي طبعا لو اخترنا سيمبل او لاير بفضل ان انا اكون واقفه في ايه في لاير جديد احسن. نعمل كنترول زد، كنترول الت زد، وخلينا ايه نعمل لاير وعشان نقدر نعدل براحتنا. ماشي تقدر تخفي اللاير، تعمل لاير ماسك علشان من هنا عشان تظبط الصوره مثلا. خلاص كده براحتك. ماشي مش عاوز اللاير ماسك ايه شيل اللينك وايه واسحبه في تحت وقول له ديليت. خلاص طيب مثلا مش عاجبنا النظام ده، طب خلينا نعمل حاجه تانية. مثلا نشيل دي خالص نخفيها. ماشي نيجي نزق كده ونعمل ايه نشيلها خالص. لا عايزين نشيلها خالص نعمل ايه؟ قلنا نعمل شيفت F5 على طول ونختار كونتنت اوير ما تنسوش اهي وتقول اوكي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هنا اصلا مفيش سيمبل او لاير، فلازم اقف على ايه على اللاير بتاعي اللي انا بشتغل عليه واعمل تاني شيفت ايه F5 واقول كونتنت اوير واوكي. بصوا اختفت ازاي ولا كأن كان في اي حاجه هنا. خلاص نرجع تاني عشان اوريكم الاداه اللي هي الباس تول. هي الباس تول علشان نستخدمها هنا مش تبقى حلوه، بس ممكن استخدمها لكم ثانيه واحده. بصوا الصوره هعمل لها زوم، ممكن اوريكم هنا جزء صغير منها وبعدين نكملها في حته تانية. مثلا عاوزين ناخد الجزئيه دي، تعالوا هنا بالمربع ده برضو وناخد ايه الجزئيه دي عايزين نعملها بدي. ماشي ونيجي كده مثلا انا بقول له انا مش عاوزه ايه كده، انا بقول له انا مش عاوزه الخط اللي ظاهر لي ده. طب لو انا عاوزاها، لو انا عايزه الخط اللي ظاهر ده نعمل ايه؟ هتعمل العكس. بصوا هنشيل السلكشن ده خالص وهنيجي برضو يفضل طالما بتشتغل بحاجه مربع يبقى تختار المربع تعمل بيه سلكشن. ماشي ونيجي عند الجزئيه دي مثلا الفاضيه دي ونيجي برضو نقف على الاداه اللي هي اسمها ايه باس تول ونيجي هنا نسحبها ونقف فين ونقف هنا. بصوا ايه اللي حصل، خلى هنا الخط ده ما كانش موجود بقى موجود دلوقتي. فهمتوا؟